اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. النهاردة كده فيديو جديد. ربنا يجعل أيام الأسبوع كلها مباركة علينا وعليكم. ربنا يجعل أيام الأسبوع كلها هنا وفرحة علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. النهاردة بقى يا جماعة زي ما انتم شايفين كده أو سامعين إن أنا بصبن أهون. كنت هلم المفارش بتاع السراير دي زي ما قلت لكم، لكن لقيتهم نضاف. طبعا صاحب السرير ده روقه كده، وصاحب السرير ده حبه زي ما هو كده، فقلت بقى عادي او ابدا لكم كده النهارده. والسراير اهي، مادام المفارش نظيفه، مش بالتالي نشيل ونحط ونشيل. تمام. مادام نضاف يستحملوا كمان يومين ولا حاجه نسيبهم. تمام. زي ما انتم شايفين الغسالة هنا هي دايرة وآخر دورين فيها دور غسيل أهو، وده دور في العصارة، وبقية الهدوم كلها أنا نشراها. هنشوفها مع بعض دلوقتي احنا بننشر ازاي. دلوقتي بقى كده صبنت وخلصت أهو زي ما انتم شايفين. طبعا الولاد قعدوا من المدارس كده اهو. النهاردة أصلا اليوم كده كان حر ولا يوم الصيف، الحمد لله يعني. وخلصنا كده تصبين الحمد لله وجبرت. تعالوا يلا بينا ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا دلوقتي كده احنا بعد العصر، الولاد كلوا برتقان واتغدوا ونزلوا كده يلعبوا في الشارع شوية. يعني برضو المكان مش متوسخ اوي، اكنس بس كده القياسين دول من مكان الفرافيت دي. النقع بتاع البرتقان ولا كده، لان انا مش بحب ريحة البرتقال يا جماعة، بقالي فترة كده مش بحبها خالص خالص. تمام. انا اصلا ما باكلش برتقال، ما باكلش الحاجات الفاكهة لاني ممنوعة منها وبتعب لما باكلها. تمام. دي أنا هنا كده اوضة عمرو اهي، لما عملتها امبارح، بس احنا دلوقتي بعد العصر وبرضو الأوضة مفيش فيها إضاءة بيضة فمش هتبان أوي. تمام. شكلها اهو. طبعا يا جماعة انا هروق دولابه ده، مهما يكون برضو هو طفل، هو روق كده على قد ما بيقدر يعمل عمل. انا هروق دولابه كده اهون لانه هو منعكس شوية مش مساوي اهو. وهنعمل مع بعض كده التغيير البسيط اللي انا قلت لكم عليه في المطبخ. اتمنى كده يعجبكم واكون عند حسن ظنكم يا جماعة الخير. تمام. ما تنسوش اختكم بقى باللايكات والكومنتات الجميلة اللي بترفع من معنوياتي وتخليني اقوم اصور واقوم اعمل فيديو رغم اني بكون تعبانة او مكسلة او مقرفة او ايا كان. تمام. يلا بينا واحدة واحدة كده مع بعض علشان خاطر برضه ما يكلكعش الدنيا كلها على دماغي واقعد. اما هنا كده قدام الباب، بسم الله اهو. غسلت فرشة المطبخ اهو زي ما انتم شايفين. المشاية الحمرا دي انا هحطها قدام باب اوضة الاطفال زي ما قلت لكم. واهو غسلتهم ونشرتهم هنا في الشمس. هنا برضو بيجي شمس، الحبلان دول نفعوني جدا جدا. وهنا عشل الطيور اهو كنت حاطاه ينشف، هعبيه الوقت في الشكارة اللي جوه دي بس يطرى شوية يقرد شوية لانه لسه طري. بس كده انا هسيبهم بقى دلوقتي وهرد الباب علشان خاطر عفوشة ولا حاجة اعزكم الله او دبانة دخلت تخ. تمام. يلا يا جماعة الخير. زي ما انتم شايفين فيه البايركس ده هو، وده خلقان يعني او زي ما بتسموه فوطة مطبخ وكده يعني. يلا بقى هنروقه كده مع بعض وهنظبطه ونهيئه ونرص تمويننا اهون. سكر 4 أكياس من السكر وكيس مكرونة وإزازتين زيت، هما ده التموين.
بتوع الفردين يا جماعة. وكنت جايبة الشهر اللي فات ازازة الزيت دي اهي، بس خلصت، ما عادش فيها الا الشوية دول. ان شاء الله اجيب كمان ازازة بتسند معايا، بتكون حلوة على حتة جبنة، على حبة فول. بعمل منها الفشار للولاد لما بكون هعمل لهم فشار. بقلي منها لما زيت التموين بيخلص، لان ولادي بيحبوا المقالي يعني، وهم اطفال وكلنا بلا استثناء يعني بنحب المقليات والمقرمشات. فبحاول ان انا اوفر. تمام. يلا بينا. اما الشال ده اللي ببقى اعمل فيه الجبنه، فببقى اغسله على طول كده وبحتفظ بيه هنا علشان ما انساهوش. دي بقى يا جماعه بتاعت اللب السوداني بتاع العيد. جيت اخرجها اتكسرت مني نصين، الحته اللي تحت ما تبقاش منها غير دي. والغطا ده، اما بقيتها بتلف وتعمل موسيقى، بقيتها بقى اتكسرت. وقلت يلا كويس الغطا هنستنفع منه بحاجة. وديا برضو هكيسها، هلزق لها لزق اللي هو زي ده كده من بره، وهستنفع منها مثلا للولاد ولا حاجة. ومن هنا لدخلة العيد ان شاء الله اجيب واحدة تانية، او انا عندي 2 غيرهم يقضوا العمل يعني، زي ما بيقول. يلا بقى نبطل رغي ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض سوا سوا. اهو يا جماعة انا طلعت في الدولاب من فوق بقى اهون، لانه واقفة على كرسي لان قصيرة يعني. آه الفرشة دي، الفرشة دي وكنستها، كنست تحتها وفرشتها تاني. تمام. وحطيت هنا كان عندي من التموين اللي فات كيسين زيادة اهم، حطيتهم وحطيت كيسين من بتوع التموين اللي احنا فيه ده، الشهر اللي احنا فيه ده. اصبح عندي 4 اكياس اهم، بعيد عن ايدي ان شاء الله يعني، ولو احتجت. وخليت هنا تحت اهو لاستخدام ايدي كيسين، وعندي البرطمان ملان، وعندي كيسين هما في من كل واحد شوية. تمام اهو. وده كيس مكرونة، وده نص كيلو رز بسمتي هنعمله ويا بعض ان شاء الله يعني في الفيديوهات. وخليت هنا الزيت اهو، ازازتين الزيت. تمام. وحطيت الازازه دي فيها اهي كمان. اروق بقى اللي تحت وانا مش شعبطه فوق كده انزل بقى عشان الاقع ونظبط بقى الصف اللي تحت. دلوقتي يا جماعه اهو انا روقت الضلفه دي، ايه رايكم بقى؟ هنا كده الضلفه دي هتفضل على كده وربنا يهديها. الطاجن دون له غطا، بس انا غسلته هناك اهون وسبته يتصفى مع بقيه المواعين. ولما يتصفى كده هحطه قدامه عشان يبقى الطاجن معاه غطا، ما اروحش هنا ولا هنا. ودي كده ضلفتنا اهي زي ما انتم شايفين. والضلفه دي اهي الحمد لله يعني. ابتديناها بسكر يعني، ابتديناها بحاجه مسكره. ربنا يجعل بيوتنا كلها مستوره في رمضان او غير رمضان. ربنا يجعل بيوت المسلمين كلها عمار وعمرنا بالخير والستر والرضا من الرحمن يا رب العالمين. تمام كده. يلا بينا بقى نروح نتعشى ونشوف عشانا، ونرجع بعد الفيديو بعد العشاء نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف هنوصل لفين او هنعمل ايه تاني هنا في المطبخ. وده عشان البسيط يا جماعة. احنا حمرنا البطاطس اهي بعد ما قشرتها، وعملت كده طبق سلطة جانبي وده طبق تاني اهو. بألف هنا وشفا. اتفضلوا تعشوا معانا، كان بودي والله. يلا بقى نتعشى كده ونشوف هنكمل ايه في مطبخنا وهنعمل ايه. خليكم معايا ومتنسوش اللايكات. دلوقتي يا جماعة كده فرشت المطبخ اهو، بس بعد ما سيقته وسبته ينشف اهو. والمواعين هنا اهي بتتصفى براحتها بقى لما للصبح. وهنا كده يا جماعة دي الملاية كانت عندي بتاعت السرير الصغير، بس ما كانتش بتقضيه. عملتها كده نصها على الحوض اهو، وهبقى اشيلها بالليل اخر اليوم كده علشان خاطر تهوي مكانها. وعملت نصها برضو هنا كده على الترابيزة. تمام. بحيث ان هي تداري البصل بتاعي، تداري حاجتي اللي تحت الترابيزة.
لان يعني لما بيجي لي حد في الصالة وبيكون قاعد على الكرسي هناك كده، فبيبقى عينه هنا كده، وطبعا ما نضمنش اللي داخل اهون اهي. فبكون مدارية كده اهي، داير ما يدور داير ما يدور. على فكرة يا جماعة احنا تاني يوم، لان بالليل ما قدرتش اقف على رجلي يعني خالص ان انا اكمل. انا كملت المطبخ كده وفرشته وركبت الستاير دي او الملاية دي، على بال ما القى حد بيبيع اللي هي ستاير المطبخ، ستاير الحوض هجيب، لان احنا هنا في ارياف ونادر اما الحاجات دي بتتباع هنا، لان بصراحة مش لاقية. تمام. وهنا كده المسدس الشمعون اللي كنت بلزق بيه الملايات دي، بس يا رب يثبتوا لانهم زهقوني امبارح. تمام. وكده بقى يكون انتهى في الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة.